على مستوى التاريخ بالنسبة لتنظيم كأس إفريقيا القادمة اللقب الذي نتمنى أن يكون مغربيا. نبقى مع المحاولة لصالح النادي المكناسي داخل المعترك. تصويبة فرصة وخروج موفق في قراءة الكرة الماضية من جانب الحارس بدر الدين بعير، وكذلك كان تدخل قبل ذلك من جانب الدفاع فريق حسنية أكادير. هنا المحاولة وكذلك رضا بوناكا في المكان المناسب، واحد من الأسماء اللي كتقدم مستوى طيب في بداية هذا الموسم على مستوى ذلك الماضي الذي صنع في الكوديم التاريخ، سواء على مستوى منافسات البطولة أو كذلك على مستوى منافسات كأس العرش. تعود الكرة من جديد في وسط الميدان لصالح عناصر النادي المكناسي، لكن حسنية أكادير على الرغم على أنه لا زال لم يفك شفرة الدفاع فريق الكوديم، لأنه في دفاعيا هو يقدم أداء جيد. هنا فرصة لصالح حسنية أكادير، والتغطية كانت حاضرة من جانب الويست إند لصالح حسنية أكادير عن طريق كاتي كاتولوندي الدولي الكونغولي. يتمكن من إضافة الثاني في هذه اللحظات ويحتفل بهكذا رقصة يظهر شيء من تألق رفقة تيبي مازيمبي سابقا. الدولي الكونغولي كاتي كاتولوندي، لاحظوا لم يكن هناك رفع الراية من الحكم المساعد الأول، والحكم يقر مشروعية الهدف. أكيد هناك فار، إن كان هناك تسلل ستكون عودة بطبيعة الحال، لكن حكم اللقاء كان قريب من العملية، وبالتالي كاتولوندي يتمكن من ترجمة هذا المحاولة هدف ثاني في حدود الدقيقة 43. دقيقة 43 يتمكن حسنية أكادير من إضافة الهدف الثاني في 6 دقائق. يتمكن الحسنية من زيارة شباك مرمى الحارس رضا بوناكا في مناسبتين. حكم يقر مشروعية الهدف. لم يكن هناك تسلل في كرة كاتي كاتولوندي الذي يوقع دفاع فريق النادي المكناسي في الخطأ بعدما تمكن من يتخلص من مصيدة التسلل، ويتمكن من ترجمة هذا الكرة لهدف ثاني لصالح حسنية، ويريح لاعبي الحسنية كما يريح المدرب عبد العزيز كيتيوي على مستوى تفاصيل الشوط الثاني. أكيد سيدخل عبد العزيز كيتيوي بأريحية بهذا التقدم المريح بفريق هدفين، فيما النادي المكناسي مطالب بتسجيل على الأقل هدف فيما تبقى من عمر الجولة الأولى إن أراد أن يلعب الجولة الثانية بأمان العودة في النتيجة، لأنه هدفين مقابل شيء سيغامر كثيرا النادي المكناسي إن أراد العودة، ومغامرة قد تجعله يتلقى الهدف الثاني. تعود الكرة من جديد. النادي المكناسي لم يجد الحلول، وغياب ياسين الرامي لم يظهر تأثيره على مستوى الخط الدفاعي لفريق حسنية أكادير. صلاح الدين الباهي يتمكن من أن يكون خير بديل للعميد ياسين الرامي. بوزيزي اسمين قادمين في تشكيلة فريق الكوديم. إذن خروج لحمزة المالكي ودخول لمحسن الربجة، خروج كذلك لأسامة الضو، وإدخال اللاعب إبراهيم الإدريسي البوزيدي. سنرى ماذا بإمكانهم أن يقدم هذين التغييرين على مستوى نتيجة اللقاء لصالح فريق النادي المكناسي. كرة في الركنية، ينيس المدن لصالح الحسنية، تلعب الكرة الفرصة، هدف ثالث، هدف ثالث لصالح حسنية أكادير عكس مجريات اللعب. في الوقت اللي كان فريق النادي المكناسي يبحث عن تقليص الفريق، يأتي هدف قاتل في شباك مرمى الحارس رضا بوناكا. لاحظوا لم تكن التغطية حاضرة في القائم الأول، وبطريقة رائعة وبلمسة جميلة يضع الكرة في شباك محمد بخاش، معلنا عن هدف الثالث لصالح حسنية أكادير. أمامنا محمد بخاش في حدود الدقيقة 68 يضيف الهدف الثالث لحسنية أكادير، وعبد الهادي السكيتيوي للمباراة الثانية تواليا يعطي إشارة على أن الكوتشينج
كان جيد، وعلى أن طريقة قراءة الشوط الثاني كانت جيدة من جانب الإطار الوطني عبد الهادي سكيتيوي. تعود من جديد الكرة عند الحارس رضا بوناكا. النادي المكنسي لم يكن محظوظ في هذه المقابلة بعد تضييع المجموعة من الفرص في الشوط الثاني. تعود الكرة من جديد لصالح الكوديم الذي ليس لديه ما يخسره الآن. أكيد على الأقل أن لاعبو الكوديم سيتحررون من الضغوط الآن بعد تسجيل الهدف الثالث، في الوقت اللي هناك أجواء تعمها الفرحة والاحتفالات بالنسبة للجماهير الأكاديرية الحاضرة لمناصرة فريقها على مستوى المنصة ولو على قلتها. أكيد أن اليوم الهزيمة ستكون قاسية بالنسبة للنادي المكناسي. جماهيره تكبدت عناء السفر من مكناس إلى برشيد لمؤازرة الفريق، لكن لم تكن على موعد مع الأفراح كما هو كان الحال في آخر جولة أمام الوداد الرياضي. كرة من جديد لإلياس الخبشي، اللاعب السابق لأبو سليم الليبي، يمرر الكرة من جديد لمعاد كولوس. معاد حتى الغيابات ربما أثرت على مردود فريق الكوديم، غيابات وازنة، غياب محمد الرضواني واحد من الأسماء المميزة في خط الوسط، غياب الياسين جبيرة، عبد الغفور مهري، محمد حدة في خط الدفاع، وأيوب الغراز الظهير الأيمن المتألق والذي بطبيعة الحال غيابه ضربة موجعة للفريق. هنا انطلاقة لكاتي كاتولوندي ورضا بوناكا في المكان المناسب. تعود لمحمد أمين قتيبة ليانيس المدن، كرة في وسط الميدان لصالح الحسنية. قتيبة يمرر، فرصة الآن تصويبة، العارضة الأفقية، العارضة الأفقية، تحريم الحسنية من هدف رابع. تصويبة قوية من جانب جمال الشماخ الذي كان يبحث عن هدفه الثاني والرابع للحسنية. وضاعت فرصة أخرى لصالح حسنية أكادير. هادي سكيتيوي أنهى أوراقه على مستوى التغييرات بإدخال عبد العزيز قيدي صاحب 28 سنة، اسم السابق لشباب المسيرة، وكذلك إدخال اللاعب إسماعيل هريلة لاعب الشاب في صفوف فريق حسنية أكادير. تعود من جديد لصالح الكوديم، كرة في الجهة اليمنى ويتمكن من التفوق في هذه الكرة أسامبيي. أداء جيد جدا للمدافع السنغالي أسامبيي صاحب 24 سنة، ربح معظم النزالات الثنائية أمام مهاجمي فريق النادي المكناسي. اليوم مباراة للنسيان بالنسبة للكوديم. أكيد عودة الأسماء المصابة ممكن أن تعطي الشيء الذي كان مفقود للكوديم في وسط الميدان في هذه المباراة، خصوصا لما يعود محمد الرضواني وعبد الغفور المهري. كذلك نعلم قيمة ياسين جبيرة ومحمد حدة على مستوى الخط الدفاعي. تلعب الكرة طولية الآن لصالح النادي المكناسي، فرصة ضاعت من جديد، محاولة أخرى، 3 دقائق كوقت بديل يضيف محكم اللقاء كريم صبري. الوقت للسقوط من جانب الشماخ. أكادير يواصل البحث عن مزيد من الأهداف، والنادي المكنسي يواصل البحث عن هدف أول في هذه المواجهة. خلاص في طريقنا نحو نهاية المباراة، الثواني الأخيرة. في هذا الأثناء كريم صبري يطلق صافرته معلنا عن نهاية المباراة بفوز